كلاكيت تاني مرة، بس المرة دي مش ريهام عبد الغفور خالص، علشان ما حدش يفتكر إن المرة دي ريهام عبد الغفور، هي ريهام عبد الغفور كانت بداية، المرة دي رنا رئيس وأسماء جلال. والمشكلة هتطلع في المصور زي كل مرة، المصور في الآخر هو اللي هيتدان وهيتحبس، وهيطلع أشرف زكي نقيب الممثلين هيقول لك إيه بقى؟ المصور ده لازم يتجاب. المصور ده هو السبب، هو اللي دخل وسط دخل في الحاجات الخصوصيه وصورها. ما تقولش الكاميرا يعني هنرفع الكاميرا مثلا، هنجيب الجزء ده المخرج يقعد يقول له ايه ارفع لي فوق صدرها عشان ما تجيبش مثلا وراكها، ولا تجيب مثلا يعني الواحد مش عارف يتكلم بصراحه يا جماعه. انا لما بمشي في الشارع والله بتحرج امشي بشورت او بنطلون او فانيلا قط، وفي شباب كتيره جدا بالنظام ده بيخاف بيستحوا، يعني شغل استحياء. يعني بحس ان الرجاله بقت بتستحي والنساء بقت على راي الشيخ كشك الله يرحمه قال لك لحم العجول غلي ولحم الحريم رخص. فطبعا احنا عايشين في مستنقع، دول مش ممثلات يا جماعه، دول تقريبا كده ممثلات بورنو، دول بتوع شقق مفروشه. والله العظيم والله العظيم انا ما اوصفش الاشكال دي غير انها هي بتوع شقق مفروشه، شغل دعاره، ده قله ادب. دي دول المفروض يتحاسبوا، دول المفروض يتحاكموا. في الاخر خالص تقول لك انا امشي باللي انا عايز امشي بيه، اسيب شعري، اسيب صدري، اعلي وراكي، اعمل اي حاجه، المهم ان الراجل يغض بصره. فعلى الراجل يغض البصر. ليه الراجل يبقى ضعيف الشهوه؟ ليه حضرتك تبقى ضعيف الشهوه؟ ليه حضرتك تبقى قليل ادب؟ يا مش محترم يا راجل، اللي مش محترم يا قليل ادب. ليه تبص على حاجات غيرك؟ هي صحيح حاجات غيرك معروضه، بس ما تبصش عليها، ما هي دي بتاعت غيرك حد تاني يعني. وبعدين يبص وتمشي في الشارع كده ممكن تبص تلاقي واحده ماشيه زلط ملط، ولو حد اتحرش بيها قدام القانون اللي اتحرش ده هو اللي مفتري. طب يا جماعه ما هو لو جبنا كده علبه جاتوه كده ولا علبه تورتايه وغطيناها، حد هيعرف ايه اللي جواها وهتروح لصاحبها وهيحتفل بعيد ميلاده وهياكل. يعني في الحاجه اللي هتخش البط بنخبيها ونداريها من عين الناس، اما بالنسبه لمحاسننا احنا بنكشفها على الملأ ومش عايزين حد يجري علينا. ما هو حضرتك زي قطعه الجاتوه ولا زي التورتايه اللي هي المفروض يعني هيتاكل منها، فبتخبوها عشان ده ما يشوفهاش وده ما يشوفهاش. طب هو حضرتك، ما هو حضرتك زيها لو خبيتي نفسك هتخبي نفسك لجوزك، بس طبعا انت طالعه تعملي مفاتن للناس، طالعه تفتني الشباب. انا مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني انا مش عارف اقول غير اننا بقينا عايشين في مستنقع بهايم. الله وكيل احنا عايشين مع بهايم، اللي احنا بنعاملهم دول بهايم فعلا بالفعل. وفي الاخر خالص هيطلع المصور ابن 60 في 70، واشرف زكي هيطلع هيقول لك لازم يتقاضى. وانا عن رايي بقول ان اي مصور يطلع يشوف المناظر دي ويصورها انت بتشيل وزر. سيبك بقى من حته ان هو ده حقيقي او مش حقيقي، بس هو عامه مش صوره، ده فيديو، ده برنامج بالمناسبه عشان ما حدش